لو معاك عملة من العملات التذكارية اللي قدامك ديت احتفظ بيها واوعى تصرفها وحوشها، عشان في اليوم من الايام العملات التذكارية ديت هتخليك بجد من الاغنياء. لو معاك عملة تذكارية من العملات اللي قدامك ديت فاحتفظ بيها وحوشها، عشان هتخليك غني في يوم من الايام. العمليات دهيت تم سك منها 1,000,000 قطعة بس، 1,000,000 قطعة بس، وهتبقى في يوم من الايام اللي جاية ديت ومش بعيدة هتبقى نادرة جدا جدا جدا، وسعرها هيعدي جدا. ممكن سعر القطعة الواحدة يوصل ل2000 جنيه، ممكن سعر القطعة الواحدة يوصل ل2000 جنيه. تعالوا نخش جوه الفيديو ونتعرف ليه العملة ديت هتبقى نادرة، وايه المميزات اللي فيها تخليها نادرة في يوم من الايام، وايه اهميتها بتتمثل في ايه. بس قبل ما نخش جوه الفيديو بطلب منك ان انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد بالنسبه لسوق العملات النادره والشحيحه والقديمه، واعرفك على اهميه العملات واسعارها ايه في المستقبل باذن الله، واقول لك كمان اماكن بيعها. وكذلك بطلب منك ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. اما لو بتشوفنا على التيك توك فتعمل لنا متابعه وتخش من خلال التيك توك على قناتنا على اليوتيوب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد بالنسبه لسوق العملات النادره والشحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم يا جماعه مره ثانيه. ايه اهميه العملات ديت اللي هي العملات التذكاريه، وليه العملات ديت هتبقى في يوم من الايام غاليه جدا ونادره جدا؟ اول حاجه، لو عندك عمله من العملات اللي قدامك ديت، سواء عمله محطات توليد الكهرباء زي ما انتم شايفين، فدي تم سك منها 1,000,000 قطعه بس، تمام. اما لو عندك عمله مزارع الطاقه الشمسيه باسوان، دي تم سك منها 1,000,000 قطعه برضو وهتبقى نادره جدا. كذلك عمله محطات توليد الطاقه، كذلك عمله عيد الشرطه ديت عمله نادره جدا وهيتم تم سك منها 1,000,000 قطعه بس. كذلك عمله الشبكه القوميه للطرق تم سك منها 1,000,000 قطعه بس. كذلك عمله احتفاليه طريق الكباش تم سك منها 1,000,000 قطعه وزنها 8.5 جرام. حقل زهر للغاز تم سك منه 1,000,000 قطعه. الريف المصري الجديد، قناه السويس الجديده، الشبكة القومية للطرق، مجلس الدولة تضامنا 80 عام تضامنا، الريف المصري، كل العملات دي يا جماعة، طريق الكباش، وكذلك موقب المومياوات الملكية. ايه بقى اهمية العملات ديت يا جماعة؟ العملات ديت تم سك منها 1,000,000 قطعة بس، بالاضافة بترجع اهميتها ان الفترة الجاية ديت احتمال يلغوا الجنيه. فاما هم هيلغوا الجنيه هيعملوا عملة ب2 جنيه، والعملات ديت لان تم سك منها كل واحدة 1,000,000 قطعة هتبقى متداولة في سوق العملات القديمة والنادرة، لانها هتبقى نادرة جدا بالنسبة للناس، فكل الناس هتدور عليها وتحاول ان هي تقتنيها، وباسعارها توصل لاسعار تنافسيه كبيره جدا، توصل ل1000 جنيه. فلو معاك اي عمله من العملات ديت، مش بقول لك ان سعرها دلوقتي هيبقى غالي، لا، احتفظ بيها، السعر جاي لها في المستقبل، ما ترميهاش يعني او ما تصرفهاش بسهوله يعني. احتفظ بيها وخلي معاك من كل نسخه من العملات ديت على الاقل قطعه واحده او قطعتين يبقوا معاك، ممكن تمسك فيهم سعر في المستقبل القريب جدا، تمام. ديت اهميه العملات التذكاريه، لو عجبك الفيديو ما تنساش بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت بتشوفنا على التيك توك فتعمل لنا متابعه.